أهلا وسهلا فيكم جميعا بهالفيديو الجديد. رح نعمل اليوم أطيب طريقة للحمة بالصينية. أكيد بعد ما تجربوا هالطريقة رح تعتمدوها لأني رح تطلع كتير بتجنن. تابعوا مع الفيديو للآخر. يلا نشوف المقادير وطريقة التحضير. البداية عندي هون الخضار، عندي بطاطا مقطعة على شرائح تقريبا بحجم 1 سنت، عندي بندورة وبصل وفليفلة وشوي من البقدونس. رح أضيف حط البقدونس بمحضرة الطعام لحتى أطحن الخضار اللي نتبل فيها اللحم. بصلة حجم صغير رح أقطعها أربع وأضيفها فوق البقدونس، وحبة بندورة كمان وحدة رح أقطعها وأضيفها كمان بمحضرة الطعام. وعندي كمان نصف حبة فليفلة، هي الحبة رح أخد بس نصها وضيفها كمان بالمحضرة، ورح نطحن هاي الخضار كلها مع بعض لحتى تصير عندي ناعمة بهذا الشكل. رح نحطها على جنب ونتبل باقي التتبيلة أو نضيف باقي التتبيلة على اللحم. عندي هون تقريبا ما يعادل 1.5 كيلو من اللحم المفروم ناعم، يكون مقدار الدهن تقريبا 20%. ضفت ملعقة من الملح ونصف ملعقة من البهارات المشكلة، وعندي كمان ملعقتين من اللبن وملعقتين من الطحينة. اللبن رح يعطي طراوة للحم، والطحينة رح تعطي طعم تقولوا في شي طعم بس ما عم نعرف شو هو. رح يكون من الطحينة، رح تعطي طعم كتير طيب للحم. عندي هون كمان إضافة اللي هي الصوص الحلو الحار أو السويت تشيلي صوص، رح يعطي كمان طعمة كتير طيبة. وإذا بتحبوا يكون تضيفوا شي حار كمان ضيفوا إذا بتحبوا. ضفت كمان الخضار اللي طحناها فوق اللحم. وقبل ما نحط ايدنا باللحمة رح نجهز الصينية. عندي هون ملعقة كبيرة من السمن دهنت فيها الصينية، وراح صف حبات البطاطا أو شرائح البطاطا بهذا الشكل بالصينية لحتى تتعبى تماما مثل ما شايفين بالفيديو. هيك صارت عندي الصينية جاهزة، وهيك صار فيني خلط اللحم مع الخضار والتتبيلة اللي حطيناها. رح أخلط اللحم كتير منيح لحتى كمان حس إنه صار عندي متماسك تماما. هيك مثل ما شايفين صار طري متماسك وصار متبل، وريحته كمان كتير طالعة طيبة مع هاي التتبيلة. رح بلش ضيف اللحم فوق البطاطا بهاي الطريقة شوي شوي، ومدها لحتى ما أضغط عليها كتير لحتى حبات البطاطا تضل بمكانها وما تتحرك. بلش ضيف واضغط أو مد اللحم شوي شوي فوق البطاطا هيك لحتى تخلص عندي كل الكمية تماما بهذا الشكل. بعد ما خلصت كل الكمية رح سكر باقي الفراغات وسوي السطح الصينية كتير منيح والأطراف تماما مثل ما شايفين بالفيديو. بعد ما خلصت رح حدد أو رح أعمل دوائر بهذا الشكل. رح أضغط على اللحم بالأصابع لحتى أعمل 3 دوائر مشان التزيين. وممكن كمان تزينوا انتم مثل ما بتحبوا، ممكن تقطعوها أو تحددوها لأرباع إذا حبيتوا، طبعا حسب الرغبة. شايفين هيك حصلت على 3 دوائر متساوية. وعندي هون بصل وبندورة مقطعين شرائح، ممكن الكمية تزيد أو تنقص حسب انتو كيف بتحبوا تزينوها. ضفت أنا هون شريحة من البصل أو شريحة من البندورة، شريحة من البصل الأحمر وشريحة من البصل الأبيض، وبرجع بعيد كمان لحتى خلص أول دائرة. طبعا كمان التزيين على حسب الرغبة، انتو كمان فيكن تتحكموا بالتزيين مثل ما بتحبوا. والدائرة الثانية راح أضيف كمان شريحة من البندورة أو شريحة من البصل لحتى كمان تخلص عندي كل الدائرة. والدائرة الثالثة كمان بعمل نفس الشي بس بعكس بالألوان. وهيك طلعت عندي صينية أكتر من رائعة، شكلها وألوانها ولا أحلى. راح أضيف بس رشة بسيطة من الملح فوق البصل والبندورة،
وكمان رشة من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود رح يعطي طعم طيب كتير أثناء الشوي للبصل والبندورة. هيك صارت عندي الصينية جاهزة لحتى تفوت على الفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200. بتاخد تقريبا من 3/4 ساعة لساعة لحتى تستوي وتتحمر بهذا الشكل، وتاخد عندي لون وطعم كمان ولا أروع. ريحتها بالفرن ولا أطيب، وطالعة بتشهي. بتركها تقريبا ترتاح لمدة ربع ساعة، بعد هيك بقطعها تتقطع معي بكل سهولة. اللحم طالع جوسي، البطاطا كمان مستوية وطالعة ولا أطيب. شايفين الشكل؟ اللحمة طالعة متماسكة والبطاطا كمان مستوية ومتشربة من نكهة اللحم والخضار، وكل شي حطيناه طالعة طعمتها ولا أطيب. شايفين بضغط عليها مستوية تماما وطالعة كتير بتشهي، واللحمة كمان مستوية وطالعة جوسي وأبدا ما لا ناشفة وطعمتها ولا أطيب. بتمنى تجربوا هاي الطريقة عن جد، لأني رح تعجبكم كتير ورح تعتمدوها وتصير من وصفاتكم الرئيسية. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات ورح جاوبكم بأقرب فرصة. وهيك بكون وصلنا لختام وصفة اليوم. بتمنى إذا حبيتوا هالفيديو تدعموا الفيديو بلايك، واللي عم بيشوفني لأول مرة يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد. وبشوفكم بفيديو جديد.